السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آه نواصل في باب التفاضل، والليلة نجي ناخذ حاجة اسمها الدالة المعرفة ضمنيا. حاجة اسمها الدالة المعرفة ضمنيا. قبل ما ناخذ الدالة المعرفة ضمنيا، نحن قبل كده أخذنا أنواع من الدالة، أخذنا أنواع مختلفة من الدوال. طيب، مثلا زي ما تلاحظ هنا، دي عبارة عن أنواع مختلفة من الدوال بتضم المتغير صاد في طرف، متغير س في طرف، صاد في طرف ومتغير س في طرف. كل الدوال لما تلاحظ تلقى انه صاد في طرف والسين في طرف. النوع من الدوال دي اسمها دوال صريحة. صريحة. طيب، مرات انا بلقى س وصاد في طرف واحد، يعني اي س وصاد مرتبطات بصورة غير مباشرة. مثلا لما نلقى س تربيع زائد صاد تربيع يساوي 9، الدالة دي بتختلف عن الدوال الفوق. ليه؟ لأن الدوال الفوق س في طرف وصاد في طرف، هنا س صاد في طرف واحد. يلا نوع من الدوال دي أنا بسميها دوال ضمنية، ما صريحة، بسميها دوال شنو هي؟ ضمنية. وده موضوع درسنا الليلة، الدالة شنو؟ الدالة الضمنية. طيب، شنو يعني الدالة الضمنية؟ تعال معي. ده تفاضل الدالة المعرفة ضمنيا. قانون: إذا أنا عندي رأسات عايزة فاضل وتفاضل، قال رأسات تفاضلها بتبقى راء دال صاد دال صاد على دال س. يعني من هنا أنا ممكن الكلام ده أحصل على الاستنتاجات بناء على القانون ده. وعليه وعليه نقول وعليه نستنتج أن نستنتج شنو؟ يلا تعال ابدأ معي واحد واحد. وعليه نستنتج أن نمرة واحد، تفاضل دال على دال س للصاد اللي هو تفاضل الصاد. لو عندي صاد عايز افاضله، تفاضل الصاد تبقى كالآتي: الصاد تفاضله تبقى دال صاد على دال س، غير القلم، تبقى دال صاد على دال س. لو عندي 2 ألف صاد عايز افاضله دال على دال س لألف صاد، يعني تفاضل الألف صاد. يلا ألف صاد عبارة عن، دي صاد هنا، عبارة عن ألف دال صاد على دال س. ألف صاد عبارة عن ألف دال صاد على دال س. فما بالك لو عندي نمرة 3 مثلا عايز أفاضل دال على دال س صاد والسنون. لو عندي صاد والسنون عايز أفاضلها، كيف؟ يلا بتبقى تفاضل صاد والسنون. صاد والسنون تتفاضل كيف؟ أنزل القوة واطرح من القوة واحد، أنزل القوة نون، أخذت الصاد أطرح من القوة واحد. يلا أي صاد أنا أفاضله في النهاية أخذت لها دال صاد على دال س، دال صاد على دال س. طيب، تعال ناخذ مسألة للاثنين من الدين. طيب، كان قلت لك مثلا شنو؟ 5 صاد تفاضل 5 صاد شنو؟ و3 صاد تفاضلها شنو؟ الخمسة صاد أفاضلها ب5 بناء على القانون. ألف صاد تتفاضل ألف دا صاد على دا س. هنا ممكن نقول حيث ألف عدد حقيقي، حيث ألف عدد حقيقي، تمام، أو عدد ثابت. طيب، يلا 5 صاد تبقى التفاضل كالآتي. يلا يا 5 صاد انت ب5 دال صاد على دال س. وماذا عن الثلاثة صاد؟ 3 صاد بتبقى تفاضلها 3 دال صاد على
دال س. نمرة 4 أو نمرة 3 صاد أس نون. لو كان صاد مرفوع لو هو مثلا 3 أو صاد مرفوع لو هو مثلا 5، تفاضلهم كيف في الصورة دي؟ يلا تعال ننزل القوة. القوة عبارة عن كم؟ القوة عبارة عن 3. نزل الثلاثة، نزلت، أخذت الصاد أطرح من القوة 1، 3 ناقص 1 بكم؟ ب2. طيب وماذا عن صاد أس 5 بذات الطريقة؟ أقوم أنزل من القوة كم؟ 5. 5 قوة ناقص 1 ب4. طبعا 5 ناقص 1 بكم؟ ب4. ونحن مواصلين في مشوارنا. نمرة 4 أنا كيف أقدر أفاضل ألف صاد والسنون؟ يعني جيب لي دال على دال س لألف صاد والسنون اللي هو التفاضل ألف صاد والسنون. في الحالة دي تعال أقوم أضرب النون في ألف، تبقى نون في ألف. الألف عبارة عن المعامل، والنون الأس أو القوة. القوة في المعامل القوة ناقص 1، نون ناقص 1 أكيد دال صاد على دال س. هنا لو طلعت 3 صاد أس 2، وهنا 5 صاد أس 4، ما هيخليها كده ساي. ليه؟ لأن دي أي صاد أفاضلة أخط لها طوالي دال صاد على دال س جنبها. أي صاد تم تفاضلها أخط لها دال صاد على دال س جنبها. تمام؟ طيب سكر. هنا نون أنزل القوة، نون في ألف ونون ناقص 1 دال صاد على دال س. بعد ده تعال أخذ لك شوية أمثلة عشان نثبت. عندي 3 صاد أس 4 عايزة فاضلة تفاضلها. 3 صاد أس 4 اللي هو عايز لها دال على دال س معناها تفاضلها لي. طيب أضرب الأربعة في 3، 4 في 3 ب 12. الصاد أس 4 ناقص 1 ب3. طالما هي صاد وأنت فاضلتها ما تنسى تديها دال صاد على دال س عشان صادنا الجميلة الظريفة ما تزعل. طيب تعال أثبت الفكرة. 5 صاد أس 2، أضرب الخمسة، الاثنين في 5 أكيد الاثنين في 5 ب10، تبقى يساوي 10 صاد. 2 ناقص 1 ب1، والواحد لا تكتب، تبقى دال صاد على دال س. طيب نحن ماشيين. لو عندنا مثلا رقم 4 أو رقم 5، 5 قلنا أنا عندي دال على دال س بالنسبة لشنو؟ لس صاد. يلا لما نلقى س صاد مع بعض معنى ده عبارة عن كلام، ده عبارة عن ضرب دالتين. كيف؟ عادي بيجي يشتغلوا ضرب دالتين. بقول الأول س في تفاضل الثاني دال صاد على دال س زائد الثاني اللي هو صاد في تفاضل الأول 1، والواحد لا تكتب يا جماعة في 1، والواحد لا تكتب ليه؟ لأنه الواحد ما بأثر، ما عنده أي تأثير. طيب تعال راح لو نحن مثلا عندنا رقم 6، عندنا شنو؟ عايزين دال على دال س لس على صاد قسم الدالتين. بذات الطريقة اشتغل قسم الدالتين كيف؟ أقول الأول المقام صاد في تفاضل البسط 1 ناقص البسط س في تفاضل المقام دال صاد على دال س على مربع المقام صاد تربيع. مثال واحد قال جد دال صاد على دال س للدالة 4 صاد تقعيد زائد 7 س ناقص 5. هنا لما نلقى الصاد مرفوع للقوة أو صاد تحت الجذر طوالي أنا بصنفه ضمن الدالة شنو؟ الضمنية. يعني ألقى س صاد في طرف واحد، صاد مرفوع للقوة أو صاد تحت الجذر، طوالي عبارة عن دالة ضمنية. تعال قول الحل. لو جينا قلنا الحل
4 صاد تقعيب فاضل عادي، 3 في 4 ب12 صاد، التلاتة ناقص 1 ب2 د صاد على د س. أي صاد قلنا نفاضل نخط لها د صاد على د س. الطرف الأيمن انتهينا منها. الأيسر عبارة عن شنو؟ 7 س تفاضلها ب7 والناقص 5 بالصفر. بعد ده ما عليك سوى تقسم الطرفين على 12 صاد، هنا على 12 صاد وهنا على 12 صاد. يلا عين تبقى على 12 صاد تربيع وهنا على 12 صاد تربيع، دي ما دي انتهت، تبقى د صاد على د س يساوي 7 على 12 صاد تربيع. دي المسألة الأولى. طيب تعال نمشي لمسألتنا الثانية. بتقول شنو؟ مثال 2. مثال 2 بتقول شنو؟ مثال 2 قال برضو جد دال صاد على دال س للدالة، عايزين دال صاد على دال س للدالة. شنو الدالة بتاعتي؟ قال لي عبارة عن س تربيع زائد 2 صاد تربيع يساوي 9. يلا مش نجيب لنا دال صاد على دال س. الحل، نقول الحل. طيب نقول الحل. يلا السين فاضل الطرفين. السين تفاضله س تربيع تبقى ب2 س زائد 2 صاد تربيع، تبقى الاثنين اللي هو في معاهم الاثنين في 2 ب4. خط الصاد اطرح من القوة 1، 2 ناقص 1 في الواحد والواحد ما تكتب. طيب الصاد لما نفاضلها بخط لها د صاد على د س. اي صاد تتفاضل تخط لها د صاد على د س. التسع تفاضل بالصفر. بعد ده عامل شنو؟ انا عايز قيمه د صاد على د س. اقوم ارحل اي حاجه ما فيها د صاد على د س بهناك، تمشي مع تغيير الاشاره. الحد هنا 2 س ما فيها د صاد على د س، تمشي بهناك بتغيير الاشاره. تبقى هنا الفضلت 4 صاد د صاد على د س زي ما هو، هي نزلناها في الطرف اللي بهنا. الطرف ال2 س رحلت بهناك، مشت بهناك بشنو؟ بالسالب، تبقى سالب 2 س. سالب 2 س زائد الصفر وسالب 2 س ما فرقت. طيب يلا بعد ده تعال اقسم الطرفين على 4 صاد. هنا على 4 صاد وهنا على شنو؟ 4 صاد. 4 صاد حبايب فضل شنو؟ د صاد على د س يساوي 2 مع الأربعة، فضل هنا فوق سالب س وهنا 2 صاد. هنا 2 شنو هي؟ 2 صاد. طيب يلا مثال رقم 3. مثال 3 قال شنو مثال 3؟ مثال 3 جد المشتقة الأولى للدالة. اداني دالة، قال عايزين المشتقة الأولى للدالة بتاعتي. دالتنا شنو؟ يلا تعال عاين ليه. دالتنا عبارة عن عبارة عن جذري س زائد جذري صاد يساوي 5. دي الدالة بتاعتنا، جذري س جذري صاد يساوي 5. الحل، نقول الحل. يلا نمشي نقول شنو؟ الجذر س شيل الجذر برا خد محلها نص، والجذر صاد شيل الجذر برا خد محلها نص. تعال عوض. س انت موجودة محل الجذر، انا هاخد النص مكان الجذر، زائد الصاد
موجودة هي، محل الجذر أخذ نص. ليه؟ لأنه الجذر بيساوي نص، يساوي 5 كده، ما فاضلت ولا أي شيء. طيب بدي يا داب تعال فاضل، أفاضل كيفين؟ يلا شوف، نزل النص هنا، نزل النص واطرح من النص واحد. سينوس نص تبقى نص ناقص واحد بسالب النص. طيب زايد، نزل النص هنا، نزلنا النص، خدت الصاد، خدتين الصاد، نص ناقص واحد بسالب النص. دال صاد على دال سين. ليه؟ لأنه صاد. 5 هنا تفاضل بالصفر، ما بيتفاضل. 5 تفاضل بشنية؟ بالصفر. بعد ده مش هقول شنو؟ بعد ده ما علي إلا أقوم أرحل الطرف ده بهناك والطرف ده بهناك. كيف؟ تعال رحل الطرف دي بهناك، تبقى شنو؟ تبقى والله هنا عندي نص صاد أس سالب نص دال صاد على دال س يساوي دي هنا بالسالب تمشي هنا بالموجب تمشي بالسالب، تبقى سالب نص س أس سالب نص. يلا شوف لما تلاحظ النص س أس سالب نص ما فيها دال صاد ولا دال س. هنا حركنا أي حد فيها دال صاد ولا دال س تخليه في طرف، يعني كل دال صاد ولا دال س في طرف، وما فيها دال صاد ولا دال س في طرف براه. طيب بعدها تعال اتخلص من النص، اضرب كل ال المعادله في شنو؟ في 2 على صاد اس 2، او اضربها في 2. كل المعادله في 2. يعني هنا لما نضرب 2 في نص، الاثنين مع النص تنتهي، تفضل صاد اس سالب نص دال صاد على دال س. طيب هنا 2 لما تنضرب في النص تبقى 2 مع النص مع الاثنين تحت انتهى، فضل سالب س أس سالب نص. بعد تعال اقسم الطرفين على شنو؟ على صاد أس سالب نص. هنا صاد أس سالب نص، وهنا على صاد أس سالب نص. صاد أس سالب نص وصاد أس سالب نص هنا حبايب. فضل شنو؟ فضل دال صاد على دال س. هتساوي لنا شنو يا دال صاد على دال س؟ هيساوي لنا سالب س أس سالب نص على صاد أس سالب نص. يلا أنا بعد ده ممكن أعمل حاجة سمحة. النص اللي بالسالب هنا، النص اللي بالسالب ممكن أنزله تحت بالموجب، والنص الأس بالموجب ممكن أوديه فوق بالصالب. يعني تبقى دال صاد على دال س يساوي الصاد بالسالب أسه تمشي فوق بالموجب، تبقى صاد أس نص. السين أس بالسالب تجي شنو؟ سين أس نص بالموجب، وهنا السالب موجود أصلا. بعد ده هيساوي شنو؟ شيل النص برا، عوضه بالجذر، تبقى سالب جذر صاد، وهنا أشيل النص برا عوض محله بجذر، تبقى سالب، تبقى جذر س. مثال 4 بتقول جد دال صاد إلى دال س للدالة. عايزين دال صاد إلى دال س للدالة إذا كان س تربيع زائد صاد تربيع يساوي 4 س زائد 1 إن النقطة 1 و2. تعال نمشي نقول الحل. السين تربيع تفاضلها فاضلها كلها س تربيع ب2 س زائد الصاد تربيع تتفاضل كيف؟ 2 صاد دال صاد على دال س يساوي 4 س تفاضلها ب4. طيب بعد ما فاضلتها أقوم أحرك أي طرف ما فيها دال صاد ولا دال س بهناك. يلا يا س 2 س انت ما في كده دال صاد ولا دال س هتمشي هنا بالسالب مع تغيير الإشارة. طيب هنا حيفضل شنو؟ هنا هتفضل 2 صاد دال صاد على دال س في الطرف الأيمن، 4 موجودة في الطرف الأيسر، جبنا لها 2 س مع تغيير الإشارة،
ولا تجي بس سالب شنو 2 س لأنها كانت بالموجب. بعد ده أقسم الطرفين على 2 ص، هنا على 2 ص وهنا على 2 ص، بتلقى إنه والله بعد ده د ص على د س هتساوي لك 4 ناقص 2 س على 2 ص. أو وهزاري تجي تختصر الاثنين اللي هنا مع الاثنين اللي هنا absolutely no، ما هتختصره. بعد ده تعال عوض، جبت د ص إلى د س، قال عنده جيب لنا قال د ص إلى د س عند النقطة كم؟ 1 و2. شنو يعني 1 و2؟ معناه نعوض محل كل س ب1 ومحل كل ص بكم؟ ب2. تعال قول عند النقطة 1 و2، معناته السين ب1، نقول عند السين ب1 وصاد ب2. امشي عوض محل كل س ب1 وصاد ب2، بتبقى د ص على د س يساوي 4 ناقص 2، بدل السين عوض ب1، بدل الصاد التحت عوض بكم؟ ب2، بتبقى شنو؟ 2 في 1 ب2، 4 ناقص 2 ب2، 2 في 2 ب4، 2 على 4 في النص، لأنه على 2 في الواحد على 2 في الاثنين. إذا هنا بعد د ص إلى د س يساوي شنو؟ يساوي النص. د ص إلى د س يساوي النص. مثال رقم 6 أو 5، مثال رقم 5، مثال 5 قال جت د ص على د س إذا كان شنو؟ يلا إذا كان س تربيع، قول معي س تربيع زائد 3 ص تربيع يساوي 13، لكن المرة ده عندما س تساوي 1. يلا أنا هنا ما عندي غيم الصاد، عندي غيم السين عندما س تساوي 1. تعال بعد ده اشتغل شغلك عادي. أول شيء تعال فاضل لنا وجيب لنا د ص إلى د س. يلا هنا س تربيع تفاضله ب2 س زائد 3 ص تربيع تفاضل أضرب الاثنين في الثلاثة ب6، الصاد خط الصاد، 2 ناقص 1 في الواحد وما تتكتب، 13 تفاضل بالصفر. طيب لكن ما تنسى هنا صاد لما فاضلتها أخذ 3 صاد على د س، الصاد وقت فاضلتها أخذ 3 صاد على د س يساوي 13 تفاضل بالصفر. بعد ده امشي اعمل شنو؟ اقوم ارحل الطرف اللي بهناك اللي ما فيها د ص على د س بهناك ما تغيير الاشاره، تبقى 6 ص د ص على د س يساوي الاثنين س تمشي هناك بالسالب تبقى سالب 2 س. اقسم الطرفين على 6 ص هنا على 6 ص، بتلقى انه د ص على د س يساوي سالب 2 س على 6 ص. يلا ده د ص على د س يساوي 2 س على 6 ص. أنا بعد ده عايز القيمة، عايز قيمة د ص على د س، أجيبها كيف؟ أنا هنا ما عندي قيمة الصاد، لكن قال لي السين ده ب1. يلا بعد ده أنا همشي أعوض السين ده قيمة السين اللي هو 1 في المعادلة الرئيسية. عين أقول شنو؟ أقول السين اللي هو بيساوي 1، نقول عنده س يساوي 1، نقول نعوض في الدالة الأساسية، نعوض قيمة س في الدالة الأساسية عشان نجيب قيمة شنو؟ عشان نجيب الصاد. يلا
الدالة الأساسية عبارة عن س تربيع زائد 3 س تربيع 3 ص تربيع يساوي 11 يساوي 13. عوض محل السين هنا. يلا يا س تربيع زي حينتي أنا هاخد محلك الواحد تربيع زائد 3 في ص تربيع 3 في ص تربيع يساوي 13. لكن الواحد تربيع بواحد، الواحد تربيع بكم يا؟ بواحد، الواحد تربيع بواحد زائد الثلاثة صاد تربيع يساوي 13. حرك الواحد بهناك تجي بالسالب، تبقى فضلت هنا كم؟ 13 أو 3 صاد تربيع يساوي 13 ناقص واحد الجاد بهناك يساوي 13 ناقص واحد ب 12. اقسم الطرفين على الثلاثة وهنا على الثلاثة، دي مع دي انتهت. 12 على الثلاثة في الأربعة. يلا بعد ده الصاد عوض الصاد. الصاد يساوي صاد تربيع يساوي الأربعة. تعال ناخذ الجذر التربيع للطرفين، بياخذ الجذر للطرفين. لما ناخذ الجذر للطرفين التربيع مع الجذر بتروح بتكون فضلت هنا صاد. جذر 4 عبارة عن زائد أو ناقص 2، يعني عددين يا زائد 2 يا ناقص 2. بدأت أعوض مرة صاد ب2 ومرة صاد بسالب 2. أنا السين ما عرفتها خلاص، عندها سين قيمتها واحد ثابت، لكن عنده مرة الأولى صاد بموجب 2. دال صاد على دال سين أهي تبقى دال صاد على دال سين يساوي سالب 2 تنضرب في واحد على الستة في 2 اللي هو قيمة الصاد ب2، تبقى سالب 2 في واحد بسالب 2. 6 في 2 ب 12، تبقى يساوي كم؟ يساوي على 2 في الواحد على 2 في الستة تبقى سالب سدس. سالب سدس. تعال عوض عنده صاد يساوي سالب 2. تبقى شنو هنا بعد ده؟ تبقى دال صاد على دال س يساوي سالب 2 في السين بواحد على 6 على 6 في سالب 2. تبقى كم هنا؟ تبقى سالب 2 في واحد بسالب 2. 6 في سالب 2 بسالب 12. السالب مع السالب حبايب، تبقى واحد على 6. تبقى واحد على شنو؟ على 6. مثال رقم 6 قال جد دال صاد على دال س إذا كان س تربيع صاد تقعيب يساوي 8. الحل يلا ده عبارة عن ضرب دالتين، الصاد تربيع دالة والصاد تقعيب دالة. اشتغلها كيف؟ خدت الأول س تربيع في تفاضل الثاني 3 صاد تربيع دال صاد على دال س. طيب زائد الثاني صاد تقعيب في تفاضل الأول 2 س. الكلام ده كله حيساوي تفاضل الثمانية بصفر. بعد ده امشي اضرب س تربيع 3 صاد تربيع بتبقى 3 س تربيع صاد تربيع دال صاد على دال س زائد 2 س صاد تقعيب يساوي الصفر. صاد تقعيب في 2 س تبقى 2 س صاد تقعيب يساوي الصفر. 2 س صاد تقعيب ما فيها خالص دا صاد على دا س، إذا هتمشي هناك مع تغيير الإشارة. بتبقى هنا 3 س تربيع صاد تربيع دال صاد على دال س يساوي سالب 2 س صاد تقعيب. سالب 2 س صاد تقعيب. لو جينا قسمنا هنا على 3 صاد تربيع س تربيع صاد تربيع وهنا على 3 س تربيع صاد تربيع، دي ودي حبايب، دي ودي حبايب. تفضل شنو؟ تفضل هنا دال صاد
على د س يساوي السين هتمشي مع التربيع تبقى -2. الصاد وس 3 التقعيب هنا هتمشي مع الصاد تربيع كلها تبقى صاد هناك تحت. على الكلام ده كله هتتقسم على كم؟ على 3 س. على 3 شنو هي؟ 3 س. اهو السين هتمشي مع التربيع، التقعيب بتمشي مع الصاد تربيع هنا، تفضل فوق -2 صاد، وهنا تفضل شنو؟ 3 س. مثال رقم 7. مثال 7 إذا كان جد د صاد على د س، جد د صاد على د س، إذا كان شنو هنا؟ إذا كان س تربيع زائد س صاد زائد صاد تربيع يساوي 1. الحل س تربيع تفاضل 2 س زائد س صاد الأول س في تفاضل الثاني صاد د صاد على د س زائد الثاني صاد في تفاضل الأول 1. ما حكتب لأنه ده عبارة عن ضرب شنو؟ دالتين. الأول في تفاضل الثاني زائد الثاني في تفاضل الأول اللي هو 1 وما حكتب الواحد. الصاد تفاضله تربيع تبقى 2 صاد د صاد على د س يساوي 0. ليه؟ تفاضل الواحد بالصفر. طيب بعد ده مش هعمل شنو؟ أي حد ده ما فيها د صاد على د س وده ما فيها د صاد على د س، أقوم أخد لي ديل في طرف س د صاد على د س زائد 2 صاد د صاد على د س يساوي ديل مشن بهناك بالسالب، مشن بهناك بالسالب تبقى -2 س ناقص صاد كله مشن بالسالب. بعد هنا د صاد على د س، د صاد على د س اطلع عامل مشترك تبقى د صاد على د س انت حتمرق عامل مشترك. باقي شنو هنا لما نشد د صاد على د س؟ فضلت هنا س زائد هنا فضلت 2 صاد يساوي -2 س ناقص صاد. أقسم الطرفين على س زائد 2 صاد وهنا على س زائد 2 صاد. س زائد 2 صاد في البسط، س زائد 2 صاد في المقام حبايب. فضل هنا د صاد على د س، د صاد على د س حيساوي -2 س ناقص صاد. الكلام ده كله تتقسم على س زائد 2 صاد. مثال 8 إذا كان صاد يساوي س تقعيد ناقص صاد تربيع جد د صاد على د س. الحل نشيل دالتنا نجي نفاضل عادي. الصاد تفاضله تبقى عادي د صاد على د س يساوي السين تقعيد تبقى 3 س تربيع، الصاد تربيع تبقى 2 صاد د صاد على د س. بعدها اقوم اخلي د صاد على د س كلهم في طرف واحد. هنا د صاد على د س دي احولها هناك تمشي بهناك مع تغيير الاشاره. هنا د صاد على د س موجوده، جات دي بالسالب اشارتها بالموجب تبقى شنو؟ بالسالب. بالسالب جات بالموجب تبقى زائد 2 صاد د صاد على د س يساوي 3 س تربيع يساوي 3 س تربيع. تعال طلع د صاد على د س هنا عامل مشترك. يلا يا د صاد على د س انت عامل مشترك. هنا بكون فضل 1 زائد 2 صاد
لأنه أصلا هنا معامل واحد، لما نشيله يكون فضل المعامل اللي هو واحد. هنا المعامل كم؟ 2 ص، لما شلناه فضل المعامل 2 ص هي يساوي 3 س تربيع. أقسم الطرفين بالله، أقسم الطرفين على 1 زائد 2 ص. هنا تبقى 1 زائد 2 ص. 1 زائد 2 ص في البسط، 1 زائد 2 ص في المقام حبايب، تبقى هنا تحصل على شنو؟ إنه د ص على د س هيساوي 3 س تربيع على 1 زائد 2 ص. 1 زائد 2 ص وهو المطلوب بقى. نمشي مستمرين في مسائلنا وناخذ مسألة رقم 9. مثال 9 قال جد د ص على د س للدالة ص يساوي جيب س ص، للدالة يساوي جيب س ص. هنا حمشي اشتغل كالآتي، أقول الحل. الصاد فاضل علي، الصاد انت يا صاد تفاضلك بدل صاد على دال س. هنا دي نسبة مثلثية، قوتها الواحد الصحيح ما عندها قوة اللي هو الواحد. أفاضلها كيف؟ تفاضل الزاوية في تفاضل النسبة، الزاوية عبارة عن ضرب دالتين س ص. تعال فاضل الزاوية، تبقى الأول س في تفاضل الثاني دال ص على دال س اللي هو صاد الأول، زائد في تفاضل الثاني زائد الثاني اللي هو صاد في تفاضل الأول واحد وما بتتكتب، دي كلها دي تفاضل الزاوية في تفاضل النسبة. النسبة جيب تفاضلها جتا مع الاحتفاظ بنفس الزاوية س ص. طيب حاجة أعمل شنو؟ فك الغوص، أضرب الجتا جوا، دال ص على دال س يساوي الخطوة الثانية هي أضرب الجتا جوا، جتا س ص في س دال ص على دال س، دي لما تنضرب في دي تبقى س جتا س ص دال ص على دال س. يلا جتا س ص ضربتها في س دال ص على دال س بقت س جتا س ص دال ص على دال س. جتا في ص تبقى ص جتا س ص. طيب بعد ده شنو؟ بعد ده كل الجهات اللي فيها دال ص على دال س الحدود تمشي في طرف، وما فيها دال ص على دال س تقعد في طرف. دي فيها دال ص على دال س تمشي في الطرف اللي هناك. تلقى دي دال ص على دال س دي موجودة، دي تجي بالسالب بالموجب، تجي بالسالب تبقى س جتا س ص دال ص على دال س يساوي ص جتا س ص. يلا بعد ده عامل شنو؟ دال ص على دال س، دال ص على دال س عامل مشترك، تبقى دال ص على دال س عامل مشترك. هنا معامله كم؟ هنا معامله واحد لكن ما بتتكتب. طيب معناه لما نشيلها برا هي اسحبها تفضل المعامل اللي هو واحد ناقص المعامل هنا كم؟ ناقص س جتا س ص. يلا س جتا س ص، فالدال ص على دال س هو طلعته برا عامل مشترك. طيب يساوي ص جتا س ص، ص جتا س شنو؟ ص. يلا بعد اقسم الطرفين على كم؟ دي حاقسمها على واحد ناقص س جتا س ص، ودي حاقسمها على واحد ناقص س جتا س ص. دي في البسط مع المقام دي حبايب، فضل الدال ص على دال س يساوي ص جتا س ص، ص جتا س ص على واحد ناقص س جتا س ص وهو المطلوب. مسألة رقم 10 وأخيرة، عايز قال جدا صدر الأنسين للدالة س جيب ص يساوي ص. الحل تعال فاضل عادي، دي بقى نضرب دالتين، الأولى س
في تفاضل الثانية جيب صاد تفاضلها اللي هو تفاضل الزاوية د ص على د س، في تفاضل النسبة جتا صاد، في جتا شنو؟ جتا صاد اللي هو تبقى شنو؟ د صاد أو جتا صاد د صاد على د س، ممكن اكتبها كده عادي. اللي هو التفاضل الأول في تفاضل شنو؟ الثاني زائد الثاني جيب صاد يساوي شنو؟ تفاضل الصاد د صاد على د س. بعدها قوم نقول ده هناك تجيب السالب، هو د صاد على د س في مكانه هناك ما حبشناه، جات دي في الطرف اللي هناك بالسالب بقى شنو؟ سالب س جتا صاد د صاد على د س، الطرف اللي هناك الفضل براو جيب صاد. تمام؟ تعال طلع د صاد على د س نعمل مشترك، د صاد على د س اعمل مشترك، فضلت هنا المعامل اللي هو واحد ناقصين شنو؟ س جتا صاد يساوي جيب صاد، اقسم الطرفين على شنو؟ واحد ناقص س جتا صاد هنا على واحد ناقص س جتا صاد، واحد ناقص س جتا صاد، واحد ناقص س جتا صاد انتهى. فضل هنا د صاد على د س يساوي جيب صاد على واحد ناقص س جتا صاد، واحد ناقص س شنو هي؟ جتا صاد. كان معكم الأستاذ الدكتور أيمن خزامي، وبالتوفيق لكم إن شاء الله وتحققوا المعدلات والدرجات الكبيرة يا رب.